احد المخرجين كان عادي وطبيعي جدا وفجأة تدين بشكل غريب، بحيث ان الابين يبدأ في كل ابين الكاميرا دايرة، سيب الكنترول وسيب الممثلين وينزل، ولازم العمال كلها وراه ويقف امام دين يصلي مع كل صلاة، ولازم في ميعاد الصلاة تخلص المشهد وفي اوضتك وصلي. لكن تعطل الاستوديو كله ده عمرنا ما كنا بنشوفه. ده التغيير بقى اللي حصل في المجتمع. احنا مش ضد كل واحد يمارس طقوسه الدينيه زي ما هو عايز، الدنيا لا يتعارض مع شغلك، مش توقف الشغل عشان ميعاد الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شيخة يا نهار اسود، الدين تدين غريب، بيسيب التصوير بيسيبه عشان يروح يصلي. ده اتجنن، ده اتسلفن. يعني بيتبع السلف الصالح اللي هم فيهم مبشرين بالجنة. يعني هو تدين غريب. يعني تخيلوا يا جماعة بيسيب الاستوديو والتصوير وراح يقف بين ايد ربنا. لا ده ربنا هيحاسبه حساب عسير بصراحة. يا حاجة والنبي ارحمي امنا بقى شوية. بصي انا هرد عليكي بدون غلط ومن الدين. الصلاة اللي حضرتك زعلانة انه سايبها، سايب شغله وراح يصلي، ربنا قال ايه في كتابه؟ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ساهون بقى هنا مش ان حد ما بيصليش، لا ده اللي بيأخر وقت الصلاة. يعني هو لما يسيبش اللي في ايده ويروح يصلي، صدقني هو ما عملش جريمة زي ما انت بتصوريها، ده خايف من ربه. لا يبارك الله في عمل يلهي عن صلاة. طيب حضرتك عندك خلفية ان بني الاسلام على 5: شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، اقامة الصلاة، وايتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع اليه سبيلا. هذه الصلاة في اركان الاسلام. بتقولي تدين غريب، بيسيب التصوير واللوكيشن والعريانيين ويروح يقعد في اي شيء يصلي. ايه ده؟ في ايه مالك؟ انت عارفه انت ينطبق عليك ايه؟ قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلفا اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. صدق الله العظيم. انتوا ينطبق عليكم الآية الكريمة دي. زعلانة ان واحد تدين بتقولها بطريقة يا جماعة، يعني انا هتشل. تدين غريب كده، مش عارف ايه اللي حصل له. بيصلي يا جماعة، يا نهار اسود بيصلي. اقسم بالله العظيم ربنا لو ولع في البلد دي هيولع فيها بسبب اشكالكم. بس عشان لسه في ناس عندها شوية دين. بالمناسبة قبل ما يخش فلحوص من فلاحيش الملحدين يقول لك ايه وانت بقى عامل لي فيها شيخ، انا مش شيخ، بس حتى لو احنا قصرنا مع ربنا ما نبقاش بوجعها يا بوجعها. الكسفو الواحد بيبقى عارف انه مقصر مع ربنا بس ما يبقاش بجح. ما اخشش اسخر من واحد بيقضي فرض ربنا وانا بجح مقصر يا بوجعها. تعرفوا انتوا يعني الدين. وبعدين حضرتك بتقولي المجتمع متسلفن، قصدك السلف الصالح، يعني الناس بتتبع افكار السلف الصالح. السلف الصالح اللي هم اصحاب الرسول واللي هم فيهم المبشرين بالجنه، الناس دي مش عاجباكي. يعني انتوا يا جماعه ما تبقوش زيهم. انا عايزاكم تقلعوا في الشارع وتغلوا موت عشان تبقوا كده فري كده، مجتمع حلو كده. لكن تعرفوا ربنا وتروحوا تصلوا وبتاع، ايه ده؟ في ايه يا جماعه؟ عايزين نخش النار جماعه كده. اتقوا الله في الناس، اتقوا الله في الاجيال اللي طالعه مش فاهمه وبتعتبركم قدوه وبتاخد منكم. انا بقى ليا سؤال عند الناس اللي بتكيل بمكيالين. شخصيه زي دي طلعت اهانت ركن من اركان الاسلام، محدش فتح بقه ولا انت فيكي ايه ولا عملتش ايه. وواحد زي محمد فؤاد ده مش دفاعا عنه، هو تصرف غلط بس بني ادم
واتحط في موقف، اتصرف صح اتصرف غلط، الدنيا قامت واتشالت واتحطت، عشان انتوا بتحكموا على الامور مش بالمنطق السليم، بالحب والكره. الحب والكره. لو احنا هنحاسب حد، حاسب الست دي ازدراء اديان، بتشجع على المعاصي، بتقول له انت بتصلي؟ انت مجنون؟ انت بتسيب الشغل وتروح تصلي؟ اه يصلي يا ماما. يعني عشان بس انت فاهمه انت بتقولي ايه. ده ربنا يهديه، يا رب نبقى زيه، يا ربنا يكرمنا في العمل. يعني إيه؟ انت زعلانه ان الاذان بيدن بيروح يصلي؟ الراجل عايز يطلع بره حته الساهون، الراجل عايز يخرج بره. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. مين يا رب؟ ويل مين؟ مصلين هم بيصلوا بس بيأخروا الصلاه. انت بقى عايزاه يأخرها ويقعد في اللوكيشن بقى ويشوف اللي لا اله الا الله، لا اله الا الله. يا جماعه انظروا للامور بعقلانيه، بلاش بالحب والكره. الست دي غلطت واساءت والموضوع عدى مرور الكرام، وكلكم شفتوا في واحد اتخانق مع دكتور في المستشفى وانت فاكر نفسك مين. وهي دي بقى يعني لما تتكلم على الدين وعلى ربنا بالطريقه دي، ده صح يعني؟ يعني هو الدكتور اللي انتوا اتحمقتوا عليه والدنيا قامت واتحطت ديت اهم من دين ربنا؟ ما انا عايز افهم بس الامور. هو ماشي حب وكره؟ اللي بيكره ده ينفسن عليه، بتنفسنوا على بعضيكم. انا ما بدافعش عن التصرف غلط، لكني كانسان اديته عذر وقلت يعني مع حاله قلق على اخوه فقد اعصابه، اتنين اتخانقوا مع بعض، انا تصرف غلط. لكن حضراتكم واحده طلعت اتكلمت لا حس ولا خبر، ما شفتش واحد طلع قال الست دي قالت ايه؟ هي معجبينها كتير قوي كده؟ يا جماعه في يعني في ايه؟ لازم نتصدى لحاجه زي كده. انا مش متخيل انها طالعه في برنامج تقول حاجه زي كده، تقول لك تدين تدين غريب، وفجاه اتقلب حاله وبقى بيصلي. يا نهار اسود بيصلي! اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. السلام عليكم ورحمه الله.